هو أنت كنت تعرف إنه في جزء في دماغك هو اللي مسؤول على إنه يقطمك ويقولك ما أنت اللي خربت الدنيا؟ أيوة، هو الكلام ده علمي وحقيقي، والكلام ده دراسة اتنشرت في مجلة اسمها Cerebral. الدراسة دي كانت خاصة بإنه الواحد لما بيكون مكتئب أفكاره بتضحك عليه، يعني بتكذب عليك تقولك إن أنت اللي خربت الدنيا. ساعتها الصوت ده ما بيبقاش حقيقي، ده صوت دماغك، جزء اللي في دماغك. الاكتئاب مش مجرد حزن وإنك بتكون نايم في السرير مش حاسس بحاجة، أو حتى لما بتصحى بتبقى مش حاسس بأي نوع من الأحاسيس، مبسوط أو زعلان. لأ، الاكتئاب بيوصلك إنك عندك تشوه في الأفكار، يعني طول الوقت بتبقى حاسس بعقدة الذنب، إنه أنا السبب في اللي حصل، أو إن أنا كنت مش كامل لدرجة إن أنا وقعت في المشكلة دي، بالرغم من إن أنت بيكون الموضوع مش بإرادتك ولا حتى أفكارك دي بتكون حقيقية. وعلماء النفس حطوا لده مسمى جانبي اسمه Cognitive Distortion. هم سموا الحكاية دي عشان هم عرفوا إنه الواحد أول ما بيقع تحت التأثير ده، تحت تأثير الاكتئاب، بتكون كل أفكاره مش حقيقية، وبيبقى عنده نوع من جلد الذات رهيب، إنه أنا السبب في اللي حصل للي حواليا، والسبب في اللي حصل معايا، والسبب في إنه كل اللي حصل في الدنيا كان بسببي أنا، بالرغم من إنه الأفكار دي بتكون مش حقيقية وممكن تكون حاجات خارجة عن إرادتك. بس الاكتئاب بيزود عندك جلد الذات وبيخليك تحب ده قوي، يعني بيخليك تشغل النسخة عندك اللي بتحب الوجع، فتوجع نفسك عشان تبقى حاسس بحاجة، لأن أنت حرفياً بتبقى مش حاسس بأي حاجة. حاجة من الحاجات اللي عايزة أقولها لك إن الاكتئاب أحياناً بيبدأ عندنا من وإحنا صغيرين، لأنه في ناس اتربت في بيئة قاسية جداً، فييجوا أهلك يقولوا لك كلام زي أنت السبب على فكرة، أو إن إحنا لو أنت مش موجود كانت حياتنا هتبقى أهدى أو أحسن، فتكبر عندك الإحساس إن كل حاجة بتحصل حواليك بسببك. أنا عايزة أقولك إن أنت عندك حق تحس الشعور ده، بس الشعور ده مش حقيقي، يعني أنت فهمت أو أدركت الموضوع وقتها بطريقة مختلفة. كلنا بنقع في مشكلة واحدة نخرج منها كل واحد خارج منها بصدمة معينة، والسبب في كده إدراكنا بالرغم من إن المشكلة واحدة. فلازم دايماً تشتغل على الإدراك بتاعك. دماغك بتحب قوي تسوحك، يعني هي السبب في اكتئابك أصلاً. أول لما بيحصل لك الاكتئاب دماغك تفضل تلم الناس حواليك كده وكل المشاكل اللي حواليك وتقولك أنت السبب على فكرة. بس هو الحل إنك لما تقع في حفرة تفضل تضرب نفسك 100 قلم على إنك وقعت، ولا إنك تحاول إنك تخرج من ده، أو على الأقل تعرف إيه اللي وصلك لهنا وتحاول إنك تشتغل على ده. فأحياناً بيكون إنك تقاوم أكتر من إنك تجلد ذاتك، ده أسهل بكتير. تعال بقى أقولك الحاجات دي بتتعالج إزاي. أول حاجة العلاج بالCBT، علاج المعرفي السلوكي. يعني إيه العلاج المعرفي السلوكي ده؟ العلاج المعرفي السلوكي ده بيشتغل على أفكارك، بيخليك تمسك ورقة وقلم كده وتكتب الفكرة والمشاعر اللي انت مريت بيها لحد ما انت وقعت في السلوك نفسه، فيخليك تفهم ايه اللي خلاك تروح للسلوك ده أساساً. فبتعرف دايماً تكاتش الأفكار بتاعتك. أول لما تعدي من قدامك فكرة، لا تعالي هنا، انت رايحة فين؟ أنا عارف كويس قوي لما ده بيحصل أنا عملت ايه عشان احنا نوصل لحد عندك. فهنا بقى بتعرف انت تمانج نفسك. يعني المعالج مش بيقعد معاك يقولك كلمتين ولا بتقعد تفضفض، لا، ده هو بيقعد يعلمك تمسك أفكارك واحدة واحدة وتشتغل عليها. يعني ده علاج على المدى البعيد، انت بتفضل طول حياتك عندك وعي ازاي تشتغل على نفسك وازاي تمسك الأفكار السلبية تفلترها وتفندها وتخليها مش موجودة. المصدر التاني للعلاج العلاج بالأكت. الأكت ده اللي هو العلاج بالقبول والالتزام، بمعنى بيخليك تقسم نفسك لاتنين، إن تصرفاتك وسلوكياتك شيء وإنك كبني آدم شيء تاني. يعني أوقات كده بنعمل حاجات بس ده مش معناه إنه ده أنا، يعني مش لازم خالص إن أنا أكون اتصرفت هنا بوحاشة فبقى أنا طول حياتي وحش. لا، أنا اتصرفت غلط في الموقف ده بس أنا بقيت حياتي كويس، وهنا بقى بيبدأ عندك الوعي. فدي طريقة تانية في العلاج بتخليك أحسن وعلى المدى البعيد كمان. طيب أنا مش جاية أقولك إنه الاكتئاب ده حاجة سهلة خالص، بالعكس، الاكتئاب ده بيمر علينا كلنا، حتى الناس اللي درست وحتى الناس اللي عندها وعي.
حتى الناس اللي شغالة في المجال المهني والأخصائيين كلهم عدوا بالاكتئاب، وكلهم كمان ما كانوش عارفين يعملوا إيه وهم جوه المشكلة. حتى الناس اللي درست وقرت والناس اللي كانت عندها awareness وكل الناس دي وقعت في نفس المشكلة. فأنت مش لوحدك. أنا بس اللي جاي أقوله لك النهاردة إن أنت مش لوحدك. في 90 طريقة تخليك تخرج من اللي أنت فيه، وفي 90 طريقة تخليك تشوف الموضوع بس من زاوية تانية. لو أنت حابب إنك تشوف الموضوع من زاوية مختلفة، أو حتى مكسل إنك تعرف أو تقرأ أو تسمع فيديوهات تانية، ابعتلي وأنا هقولك خطوات للتعافي، وتواصل معانا في الكومنتات وأنا هقولك خطوات هتخليك أحسن وهتخليك كمان يمكن تتعالج. الاكتئاب مش حاجة سهلة، وأنا مش جاية أقولك كده، أنا بس جاية أهون عليك شوية وبس كده. لايك وشير وكتير وبس كده. باي باي.